بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فقط ملاحظة حبيت نقولها قبل ما نبدأ نقرأ العنوان تاع اليوم. بعض التعليقات يكتبوا لي راكي تقراي فقط، نعرفوا نقرا وراكي تقراي فقط. انا الهدف تاعي اني نوصل الخبر. كاين اشخاص بالك ما تلقاوش بالخبر، بالك ما يجوزوش على الفيسبوك، يكونوا في اليوتيوب ولا يلقاو بعض المعلومات ممكن تفيدهم، ومن بعد هما يطلعوا على يزيدوا يحوسوا على المعلومة الصحيحة. لاني ما رانيش في مركز المعلومة حتى نمد لكم معلومات اضافية، فقط راني نوصل في الخبر. المهم هذه نقطة فقط حبيت نوضحها. والآن نقرأ لكم هذا الخبر اللي نشرته صفحة النهار عبر الفيسبوك. فرنسا ENS de ليون تقدم منحا دراسية مميزة للجزائريين. إن شاء الله هذا المقال ينفع بعض الأشخاص اللي يحوسوا على منح دراسية ويلحقهم هذا الخبر. نقرأ لكم واش جا في الخبر تاع النهار. يوفر ENS de ليون لطلاب الدوليين بما في ذلك الجزائريين 3 أنواع مختلفة من المنح الدراسية في العديد من مجالات الدراسة، وعلى وجه الخصوص في العلوم الدقيقة والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والآداب. ووفقا لكامبوس فرانس سيتم فتح باب التسجيل في منح ENS de ليون الدراسية اعتبارا من 1 ديسمبر حتى 10 جوفي 2023. وحسب ذات المصدر هنالك 3 فئات من المنح الدراسية، وتقدم المزايا الآتية للطلاب الجزائريين. أمبير تتوفر 20 منحة دراسية للتميز وتقدم مبلغ 1000 يورو شهريا. منحة مليون الدراسية تتعلق بدورات الماجستير في الرياضيات المتقدمة وعلوم الكمبيوتر الأساسية، ويقدم مبلغ 1000 يورو شهريا لمدة 10 أشهر. كانتون دو فرانس تمول هذه المنحة الماجستير في علوم المادة، ولكن أيضا في الرياضيات المتقدمة وعلوم الكمبيوتر الأساسية. تقدم للطلاب الجزائريين مبلغ 1000 يورو شهريا، وهذا لمدة 12 شهر. كيف تتقدم بطلب للحصول على إحدى منح التميز ENS de ليون؟ من أجل الحصول على إحدى هذه المنح الدراسية التي تقدمها ENS de ليون، يجب على المرشح تقديم طلبه عبر الإنترنت. ومع ذلك لتمكن من الوصول إلى استمارة التسجيل يتعين على الطلاب الجزائريين التسجيل أولا على منصة هذه المؤسسة. بمجرد اكتمال التسجيل سيتمكن المرشح من الوصول إلى النموذج الذي يجب عليه إكماله ببيانات الاتصال الخاصة به وتقديم ملفه الشخصي، ويجب أن يحتوي الأخير على رسالتي توصية وسيرة ذاتية ونسخة من الشهادة التي تم الحصول عليها بالفعل، ولكن أيضا النصوص باللغة الفرنسية وإثبات التسجيل. بالإضافة إلى ذلك أشارت ENS de ليون على موقعها الرسمي على الإنترنت أنه لن يتم أخذ أي ملف غير مكتمل، وتقع على عاتق المرشح مسؤولية التأكد من أن ملفه يتضمن جميع المستندات المطلوبة، وبالمثل بالنسبة للطلبات المرسلة بعد الموعد النهائي وعن طريق البريد الإلكتروني فلن يتم أخذها في الاعتبار. أيضا بمجرد تقديم الملف الكامل ستتم دراسته من قبل لجنة القبول في ENS de ليون، حيث سيحصل المرشح على خطاب قبول، وأيضا الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في هذه المؤسسة إذ تم قبول طلبه. هذا ما جاء في هذا النص. الأشخاص اللي عندهم معلومات حول هذه المنحة أو سبق لهم التسجيل أو عندهم معلومات إضافية ممكن يحطوها في تعليق، أو للأشخاص اللي عندهم أسئلة ممكن يحطوها في تعليق. يجي بالك الشخص آخر عنده خبرة ولا عنده تجربة يجاوب عليه. فأنا قلت لكم فقط نحوس نوصل المعلومة لأشخاص ممكن ما تحصلوش عليها، وبالتوفيق للجميع. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا على المتابعة. من الاشتراك الأشخاص اللي مشتركوش في القناة تاعي نوجه لهم نداء أنهم يشتركوا ويدعموني فضلا وليس أمرا. شكرا لكم وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله.